امينه؟ امال لو كنتي حامل في الحرام كنتي عملتي ايه؟ ده جوزك. بس بقيت حرام عليكي يا ديجا، البنت بتعيط مش شايفه. خدي يا حبيبتي خدي. عليا ايه؟ انت ما شفتيش منظرها اول ما فتحت لها الباب؟ منهاره. انا قلت في مصيبه، وكل ما اسالها يا بنتي في ايه تعيط اكتر. في مصيبه اكتر من اللي انا فيها. يعني انا لما كنت قاعده لكم بالعيال اخر مره كنتوا بتقلوا ادبكم. اعملي حسابك ان انا مش هقعد لكم بالعيال تاني انت وليد. طمني يا اختي، لما يعرف المصيبه دي مش هيقول لي حتى صباح الخير. وليد مش عارف؟ ما قلتلوش؟ قدرتش. انا عرفت وانا عند الدكتور، كلمتكم ما حدش فيكم عبرني. معلش سوري معلش. جيت لي دي على طول. لك حبيبتي هو بصراحه عنده حق. عنده حق، دي من ابو لمس. ده لو حد عطس في وشها بتحمل. امال يا اختي لو كنتوا خاربينها انت وجوزك كنتوا عملتوا ايه؟ كنتوا جبتوا لنا قرطه. ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي مزعلك؟ اصل انا بحب العيال قوي، وفي حاجه جوايا فرحانه. طيب يا بيبي خلاص، ما دام انت بتحبي العيال ليه متضايقه؟ اصل وليد لما يعرف هيخرب بيتي. لا لا هو اصلا مستكتر عيني. امال لما يعرف ان في واحد تالت هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ مالك بتعيطي ليه انت كمان؟ بتعيطي ليه؟ اصل انا مش قادره اقعد بعيني لحد في 3 سنين. لا ده انت لف فينا. خد. مالي انا؟ معلش يا حبيبتي معلش الموضوع ده نعمة من عند ربنا، يعني ربنا بعتهولك. العيال دي حاجة حلوة وانتي بتحبيهم، وبعدين قولي لي خلينا نغير الموضوع بقى كده ونفكر في حاجات بوزيتيف إيجابية. عايزة بنت ولا عايزة ولد؟ لا البنات الطف بكتير، انا بحب البنات. أيوة أنا بحب البنات كمان. انت يا بنتي مجنونه؟ انت لسه بتعيطي تقولي عايزه بنت؟ ايوه البنات الطف، انا بحب البنات. طب الحمد لله ان انت هديتي وعايزه بنت. الحمد لله خلاص كده الموضوع اتحل اعتقد. صح؟ اتحل. طيب يلا نغير موضوع، نشوف موضوع تاني. قولي لنا انت كمان اخبار الموزه بتاعت ساري ايه؟ بذمتك ما وحشتكش؟ دينا احنا في العيادة، معلش لميها شوية. طب ما انا قلت لك ناخد اجازة يومين نسافر في اي حتة، وانت اللي عمال بتتدلع. انت شايفة ان انا كده اللي بتدلع؟ حصل ولا انا بتبلع عليك؟ حصل بس انت شايفة على ايدك اهو دربكة شغل فظيعة. شغل برضو ولا قلقان من الست الهانم مراتك؟ مالك بتعملي في البيت كأني ضيف؟ كويس قوي انها عارفة ان انا عايش معاهم. يظهر انها صعبانة عليك قوي. هي صعبان عليا، بس انا صعبان عليا نفسي اكتر. سلامتك يا بيبي، تصعب عليك نفسك وانا هنا. طب ده ينفع؟ يا بنت اللذينة طفشتيها ازاي دي؟ يا بنتي والله العظيم ما انا ده سائر اللي طفشها. ليه؟ مش انت بتقولي عليها طلقه؟ يعمل كده ليه؟ يبقى عنده بقى مشكله طبيه واخد حوار ساره ده شماعه. لا مش ممكن قلة الأدب اللي انت فيها دي يا بنتي. خلاص اسكتي بقى، وبعدين انت مش فاهمك في قصص الحب اللي من النوع ده. حب ايه ونيله ايه يا هبله؟ هو ده التفسير المنطقي الوحيد اللي عندي. عموما ما تقلقوش، انا عندي دكتور متخصص في الحالات اللي زي دي كده هينفعكم كده. ايه يا بنتي، هو ما ينفعش يبقى في راجل محترم اللي لازم يعني يكون عنده مشكله؟ لا طبعا مفيش الا بقى في روايات الحب بتاعتكم دي. لا يا ديجا مش صح. احنا بس عشان كل الرجاله اللي عرفناهم في حياتنا زباله، ففاكرين ان مفيش اي راجل محترم في الدنيا. طبعا، وبقينا احنا نعرف رجاله محترمين على يدي سائر ده سيد الناس اصلا. بصراحه يا لومي، انتوا عارفين يا بنات انا مش متخيله ومش مصدقه ان في بني ادم فيه الحاجات الحلوه دي كلها. طب يا اختي طالما عاجبك قوي كده ما تتجوزيه، وهو تفكوا انتوا الاثنين عقد بعض ونخلص بقى ونفرح بيكي يا ساسكا. بس يا هبله، الله 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 الله. ايه يا روحي، وشك احمر كده ليه يا بيضه؟ وشي ما احمرش اصلا ولا خضر ولا حاجه، ما هو زي ما هو. سوسو، هو في حاجه مخبيه عليا؟ والنبي
لا والله. اصل في حاجه مش طبيعيه كده في وشك. صح. عارفين ايه بقى اللي مش طبيعي؟ القعده اللي انتوا عاملينها دي. انا مش بونبونايه القعده. عايزين تريقوا على حد تاني تريقوا، انما عليا انا لا، والله العظيم اقوم واسيبكم. احنا بنتكلم بجد يا سوسكا، ما تقفشيش في ايه. مش موضوع يوسف خلص خلاص، مش هو خلص انتهى. طب انت كده كده هتتجوزي، يبقى اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. بعدين الواد محترم ومز وابن ناس، ولو ما فيش حاجه احنا نخلي فيه، نعمل خطه ونخلي فيه. وبعدين ده معرفه لولو حبيبتنا، هتلاقي بعد كده فين يعني، مش هتلاقي زي. تمسكي فوق دماغك ولا هتسكتي لوحدك؟ في ايه؟ في ايه؟ استلموا حد تاني غير عندك حضرتك عروسه المولد اهي، ممكن نستلمها عادي. انا مالي؟ مش انت اللي فتحتي الموضوع، تستاهلي. اول هانم اللي كمان شهرين هتبقى كرومبا وبطنها قدامها قد كده. بيتك لا يا رب يطلعوا توأم. لا 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 يا رب، لا لا، اسفه اسفه اسفه. فكرتوني ليه؟